تعرف ازاي شركة كان رؤساء دول ومشاهير العالم بيشيلوا موبايلها في جيوبهم وقعت في واحدة من أغبى الغلطات في تاريخ البيزنس؟ سنة 2007 كانت بلاك بيري هي ملك الموبايلات بلا منازع. لو انت رجل اعمال، مدير شركة، وزير او حتى رئيس دولة، فغالبا في جيبك هيكون جهاز بلاك بيري. مبيعات بالمليارات، سمعة مرعبة، وولاء عملاء اي شركة في العالم تحلم بيه. وفي وسط النجاح ده كله، وفي الوقت اللي بلاك بيري كانت مقتنعة انها تملك السوق ومفيش مخلوق يقدر يقرب منها، ظهر الشخص اللي هيغير صناعة الموبايلات في العالم للأبد. ستيف جوبز طلع على المسرح في نفس السنة وعرض أول آيفون، جهاز عبارة عن شاشة إزاز ما فيهوش كيبورد حقيقي وبطاريته ما بتتغيرش. بالنسبة لكتير من الناس وقتها كان شكله أقرب للعبة أطفال منه الموبايل. على الجانب الآخر وفي الهيد أوفيس بتاع بلاك بيري كان في ميتنج تاريخي بيقوده مايك لازاريدز الرئيس التنفيذي للشركة. المكتب كان مقلوب حرفيا، وعلى الترابيزة آيفون متفكك حتة حتة ومدروس بالكامل. وبعد نقاش طويل كانت النتيجة اللي صدمت الكل لما مايك بص الفريق وقال لهم: سيبوا ابل تلعب، هتموت قريب. الناس عمرها ما هتسيب الكيبورد الحقيقي علشان حته شاشه ازاز. وقتها الكلام ده كان منطقي الى حد ما. كل الارقام كانت بتقول ان بلاك بيري صح، المبيعات في السماء، العملاء مكملين، والشركه بتكسب مليارات، ومفيش اي علامه خطر واحده. علشان كده محدش في الاوضه دي كان متخيل انهم قاعدين بيمضوا على شهاده وفاتهم بايديهم. وفي الوقت اللي بلاك بيري كانت مستنيه الايفون يفشل فيه، كان الملايين بره بيمسكوا الايفون لاول مره بايديهم وبيبهرهم السحر الجديد. سنه بعد سنه بدات طريقه استخدام الموبايل نفسها تتغير. الناس بدات تكتشف ان الموبايل ممكن يبقى شاشه بتعيش جواها، مش مجرد جهاز بتبعت منه ايميل ورسائل. الشراره بدات لما الشباب سابوا بلاك بيري، بعدهم على طول المحترفين، وفي الاخر الحصن الاخير لبلاك بيري انهار، الا وهو رجال الاعمال. وكل سنه كانت حصه الشركه من السوق بتوع اكتر. ولما فاقوا وبداوا ياخدوا بالهم ان اللعبه اتغيرت، كان فات الاوان. حاولوا يلحقوا نفسهم ونزلوا موبايلات تاتش، لكنها نزلت متاخر جدا، والناس كانت راحت بالفعل للايفون وما بقتش تبص وراها. وفي اقل من 5 سنين الامبراطوريه اللي كانت بتتحكم في 50% من موبايلات السوق الامريكي و20% من السوق العالمي انهارت تماما. حصتها السوقيه وصلت ل 0%، واضطرت تقفل قطاع الموبايلات بالكامل. وده يوصلك لواحد من اخطر الدروس في البيزنس، الا وهو انه اكبر خطر على اي شركه ناجحه مش المنافس، اكبر خطر هو انها تقع في حب منتجها الحالي. لان اللحظه اللي تحس فيها انك فهمت السوق بالكامل هي غالبا اللحظه اللي السوق هيبدا يتغير فيها من وراك. وفي البيزنس مش كل شركه بتفشل لانها كانت ضعيفه، في شركات بتموت لمجرد انها بقت واثقه في نفسها زياده عن اللزوم.